ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه اتمنى ان انتوا تكونوا حليتوا حلو في العربي والفرنساوي والالماني، لكن في شويه حاجات كده عايز اتكلم معاكم فيها بما ان الدنيا ابتدت تتحرك والمركب مشي. اول حاجه عايز اكلمكم فيها هي ان ايا كان اللي انت عملته في العربي واللغه الثانيه، لو حليت كويس الحمد لله خلاص بص في اللي بعده، ولو حليت وحش او انت حاسس ان انت ما حليتش بالشكل اللي انت عاوزه برضك بص في اللي بعده. ما تنساش ان دول مجرد امتحانين من 7 امتحانات، لسه هتتاح قصادك فرص تانية، فايا كان اللي حصل في الامتحانين اللي فاتوا ما ينفعش تحبط نفسك او تضايق نفسك باي شكل من الاشكال. وبالمناسبه انا ليا صديق في كليه هندسه ناقص في العربي 20 درجه وجاب 93%، وكان عارف نفسه ان هو عاكك في امتحان العربي، لكن اللي هو عمله ان هو طلع قفل كل المواد اللي بعد كده حرفيا. فانا اللي عاوز اقوله لك ان ايا كان نتيجه العربي او الفرنساوي لسه الامور في ايد ربنا وفي ايدك. شهر الامتحانات بتاع الثانويه العامه ده عايز واحد نفسه طويل. لازم تكون عارف ان اي حد معرض ان يحصل له دروب في امتحان او اتنين. الفكره ان انت تنفض هدومك وتقوم وتشتغل وتشد حيلك في اللي بعده. الفيزياء والكيمياء والانجليزي الامتحانات اللي جايه دي محتاجه منك تكون مركز، وربنا هيكرمك وتجيب فيهم درجه كويسه. تاني حاجه انا عاوز اتكلم فيها، وانا عارف ان هي هتكون متاخره شويه، لكن لما تستلم ورقه الامتحان او ورقه الاسئله حاول تتغلب على فضولك وما تقراش الورقه كلها. اكتر حاجه ممكن تاذيك نفسيا هي انك تقرا الورقه كلها، لان وارد جدا تخبط في سؤال او اتنين انت مش متذكرهم كويس، فاللي هيحصل ان انت هتتبرجل ومش هتعرف تشتغل في باقي الامتحان او هتتلخبط في باقي الامتحان. فالافضل ان انت تبدا الامتحان اول سؤال، تاني سؤال، تالت سؤال. السؤال اللي ما تعرفوش او اللي انت مش متذكره كويس دلوقتي ممكن تعلم عليه وتجيله في اخر الامتحان، لكن حته ان انت تروح قاري الامتحان كله مره واحده دي وتلخبط نفسك دي حاجه مؤذيه جدا. والكلام ده مهم بالذات في الامتحانات اللي جايه، امتحانات الكيمياء والفيزياء والاحياء. حركه زي كده ممكن تضيع لك الدنيا. ثالث نقطه هكلمكم فيها هي ان حاول ما تخليش اثناء الامتحان الوقت هو كل اهتمامك، يعني ما يبقاش دماغك على طول الساعه كام، تقعد تبص في الساعه كل دقيقتين، او ان كل شويه تسال المدرس الساعه كام. دي حاجه هتلخبطك وتبرجلك، تحسسك ان الوقت بيجري بسرعه. انت بس حاول تكون منظم، يعني انا هخلص الامتحان في ساعه ونص، وبعد كده ربع ساعه لو في اسئله واقفه معايا، وربع ساعه هراجع فيها على الورقه ديت بس. لكن فكره ان انت كل شويه بتفكر في الوقت دي حاجه هتشتتك. اي نعم ما تخليش الوقت يسرقك، ادي كل سؤال دقيقتين ثلاثه او على حسب ما يحتاج واشتغل فيه وخلصه. ما ينفعش تكتب كلمه من هنا وتبص في الساعه من هنا، دي حاجه غلط. ولو المراقب كل شويه بيقول عدت 5 دقائق، عدت 10 دقائق، ممكن تقول له يا مستر لو سمحت الموضوع ده بيوترني او بيضايقني، ممكن نخليها كل نص ساعه مثلا، بكل ذوق وبكل هدوء، وهو هيحترم الموضوع دوت، ما تقلقش. اخر حاجه عايز اتكلم معاكم فيها هي ان فكره ان المركب ابتدت تتحرك وان الدنيا ابتدت تمشي وان اوريدي في امتحانين خلصتهم، ده بيخليك تحس بمشاعر متضاربه، اللي هو خلي الامتحانات اللي جايه تعدي بسرعه وخلينا نخلص السنه الطويله دي، وفي نفس الوقت خايف الامتحانات تعدي وتخلص لان بعد كده هتضطر تواجه النتيجه وانت خايف من النتيجه طبعا. فالمشاعر المتضاربه دي ده طبيعي، انت حاول بس تركنها على جنب عشان تعرف تشتغل. وبرضه هفكرك ان الفرصه لسه في ايدك وفي حاجات كتير ممكن تتعمل، فادعي ربنا كده وقوم اشتغل وشد حيلك.